إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. اسمها الفشخرة، معناها معروف انك ما تمشيش على قدك، يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه. ما عندكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر. الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوعتني.